بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعي مطبخ الهوانم، النهاردة هنعمل أكلة جميلة ومفيدة جدا معظمنا بيحبها، واللي مش بيحبها دقها من إيدينا وحبها، وهي الكوارع، أو زي بعض الدول ما بتسميها المجادم. اللي انتوا شايفينه ده غسلة أو تنظيف من ضمن تنظيف الكوارع بعد دعكها بملح ودقيق وشوية خل أو ليمون. بنشطفها بمية دافية علشان أولا تنضف، ثانيا تستوي بسرعة. دلوقتي حضرنا الشوربة بتاعتها، عبارة عن بصلاية جزراية حطينا في الباسكت الصغير، حبهان صحيح، فلفل اسود صحيح، وخدت كام غلوة أو نص سوا. والكلام ده ممكن تعمليه من قبلها بيوم، لو ناوية تعمليها على الغدا بتبقى من قبلها بيوم، أو تقومي الصبح تحطيها على النار وتسويها وتعمليها بالطريقة دي، ريحتها هتبقى زي المسك وجميلة. أنا لقيت كارع منهم جامد شوية فحطيته في حلة الضغط، وبنفس الطريقة سويناه وسبناه. الكوارع لما بتبرد بعد ما بتاخد يعني غلوتين 3 وتيجي تشعلي عليها النار تاني بتستوي بسرعة وطعمها بيبقى حلو، بتبقى زي الزبدة. دلوقتي لما دخلت في السوا حطينا الملح وفلفل ملح مناسب والفلفل الاسود المطحون. بنحضر هنا للفتة. انا ما بستعملش المقص، نادرا جدا يعني لما استعمله مثلا في العيش الفينو، ما بحبش الآلات الحادة في الأكل. بقطع العيش سواء كان محمص أو طري عادي، عيش بلدي بيتحمر عادة في معلقة سمن وحتة تومة صغيرة. أنا هنا جبت التوم وبدقه في الجرن الخشبي ده صحي جدا عن الآلات الحادة وعن الحاجة اللي بتتعمل في الكهرباء. دقيته كمان بيبقى طعمه حلو جدا لما بيدق في الجرن. الكوارع عليها فوائد كتير، هي بتفيد أو بتساعد على زيادة مادة أو المادة الجيلاتينية اللي بين المفاصل في الركبة أو في المفاصل، كمان علشان المعدة المادة الجيلاتينية اللي فيها طبيعية وجميلة. شير ولايك وتفعيل الجرس يا حبايبي. قولوا لي بتكلموني من أي بلد، وكومنتاتكم بتعجبني وبتفرح قلبي جدا. أنا باخد حتة توم صغيرة، التوم ده مفروض على 3 حتة توم صغيرة، بشيلها للعيش تتشوح فيه بمعلقة سمن، سواء العيش ملدن أو طري مش مشكلة، بتشوح في السمن بيبقى طعمه حلو، ولا صلصة ولا أي حاجة. دلوقتي حمرنا التوم وشيلنا منه جزء كويس عشان بيتحط على وش الفتة. بعد ما حمرنا التوم حطينا معلقتين خل، بيخلي طعمها حلو وكمان بينزل نسبة الدهون لما بناكلها. بعد ما حطينا معلقتين الخل اتشوحت فيهم التوم، حطينا طماطم معصورة وسبناها تتسبك، وممكن تحطي معلقة صلصة مفيش مشكلة، وملح وشوية فلفل وتتسبك. هنا بنعمل الرز بتاع الفتة، لازم يكون رز أبيض. أنا بستعمل دايما سمن بلدي صحي ومفيد جدا، بس ما باخدش منه كتير، ما بحطش كتير، وده الأفيد بدل الزيوت المهدرجة. بحط شوية زيت علشان الرزاية تلمع وتبدر، ولما بيغلي الرز بنهدي عليه زي الشمعة، بنقلبه. وبعد كده احنا بنغرف بقى الكوارع لما نلاقي العظمتين دول بلاش منهم، علشان كده الكوارع لما بتخلع من عظمها معناها انها استوت وبقت زي الزبدة. طلعناها كلها وحطيناها في الطاجن، معلقتين زبدة كده بالفرشة السيليكون، ورشة فلفل اسود مع كبابة صيني. لو ما توفرتش الكبابة الصيني مفيش مشكلة، الفلفل الاسود هو الاهم. بنحطها في الفرن قيمة 10 دقايق مثلا، تاخد طعم الفرن الحلو. الكبابة الصيني هي الحباية اللي اكبر، شكل الفلفل الاسود واكبر شوية، وهي البهارات الحلوة زي ما بيقولوا. هنا بنشوح الثوم علشان نحط العيش المفتوت أو المتقطع، بيتقلب
في السمنة بتبقى ريحته حلوة قوي مع رشة فلفل اسود. طبعا الكوارع بتعتمد على الحبان والفلفل الاسود، وهو الفلفل الاسود ده يعني ملك الطبخ في المطبخ، نمرة 1 او نمبر 1. ما بحطش اي اضافات ولا صلصة ولا اي حاجة على العيش، بيتحمر وريحته بتبقى جميلة، ويكفي الصلصة اللي بتتحط على وش الرز بعد ما بنعمل طاجن الفتة. دلوقتي رصينا العيش وشربناه اهو، بيتفت بالشوربة، بياخد له بس 2-3 كده على بال ما بيتشرب من شوربة الكوارع او شوربة المجادم زي ما بعض الناس بتقول عليها. وبعدين هنجيب الرز المتفلفل الابيض الجميل، بنسوي الطبق الاول كده، وبعدين بنجيب الرز نغرف الرز المتفلفل، ريحته جميلة تحفة، وبنغرفه على وش العيش. في ناس بتحب العيش اكتر من الرز، وفي ناس بتحب الرز اكتر من العيش. انا بعمل حسب يعني مزاج ولادي، كل واحد ليه مزاج في الاكل. بنساوي الطاجن زي ما انتوا شايفين كده عشان شكله حلو، العين بتاكل قبل البق، بيتساوى كده بطريقة كويسة. وبعدين بجيب الصلصة اعملها كده، قال يعني رسامة، خطوط بالطول خطوط بالعرض. نعمل بقى شبابيك زي ما انتوا شايفين. وادي التومة محطوطة في الطبق البايركس الاسود، التومة المحمرة بتترش على الوش بعد كده، بتدي تيست حلو قوي وطعم حلو قوي. عايزين تستغنوا عنها يعني كل واحد وحريته في الاكل بالذات. وبننقط بقى نقط يعني قال يعني بقى الفن بلغ حدوده يعني. بألف هنا وشفا يا حبايب قلبي، جربوها، أكلة حلوة مفيدة جدا وبطريقتنا هتحبوها قوي. أنا جوز بنتي ما كانش بياكل الكوارع، لما دقها من إيدينا بقى يطلبها باستمرار يعني، وبعض الأكلات كده ما كانش بيحبها، حبها من إيدينا في مطبخ الهوانم. وآدي دلوقتي الطاجن الجميل، طاجن الكوارع بعد ما خرج من الفرن، وطاجن الفتة بالرز والشوربة الجميلة الليمون، ومعاهم المخلل البلدي أو الترشي. بألف هنا وشفا، يا ريتكم معانا وتدوقوها يا حبايب قلبي. أكلة جميلة وممتعة، وبألف هنا وشفا.